محور خلقت إديو أو نيمزم الأقلياتي لنا موجود كعراق تيوم الخزيان خبيه وخزخله أو تقرير مغضالة ودارخ منه ختم لي بثدراشا يذاعايا جو شباكة يذاعة عراقايا بسي قامدة ما نصر من كانون قمايا دورتا دم طيوتا دم درشانة تي أو تي ديلانيتا بخيادة أخدنايا تيذاعد باصر واثا وزد قد برناشا وآها بمشوتبتا عمكتوا تدرش وزيرة بقغلة كتوتا وبلغتا بسياسوتا يذاعيتا قباصر واثا وبسياعة عم شباكة يذاعة عراقايا وتلقاها دورتا بخباطة معززتا دم صياثة يذاعية مديلانة بصبواثة باصر واثا وزد قد برناشا وبنيتت كاديرين مصيانة بنقلتت يدعاثة ونسيونة يوذاعية البثشوية بالخناية وناشاية تسندي لزنانة يوثا مردو تنيتا وكنشيتا قو عراق قرد اها دورتا إلى قمالبتا دمشو تبانة بديو داعد باصر واثا واها بسندتا المات بشلة متخرقة ومواثا مخيدة وبشلة وتا بعدرانا بين خامنيانا من شتآس الداولتا أخ شباكة يوداع عراقايا ووزيروث مردوثة ووزيروث ملكانة وملبتا الليتا وخيادة أمواثة باصورة منيانا وسنقتل المدخورة تإثواد رياثة ويذة قمع الدانا بتهد خملوئة وبتبيشي ويذة خينا اليوم هدرن زياخة ختامة دورة بشلع وتا بيد شبكة يذاع عراقايا وبعدرانا عم ديوان ملكانة دمشيخاية ويزيداية وصبة من داية عم خيادة يذاعة أمواثة باصورة منيانا وقداها دورتا شقلة يمشو تبانة من باصرواثة ملبتا ومدرشتا بيد ملبانة دباتي صوبة بإذراشد مدروبة شبكة يذاع عراقايا وآهل عواذة تشرارة يذاعاية بودكويانة خسمة باصرواثة آها دورتا صرتا إيوة بيوثاعة وبشلا يوتا بملبانة مديلانة بآها قخلة مداروشة ومالوبة المشوتبانة بولخانة ديوثاعة وداخي بأرخى ماصي مغزي الخوباطة وطبة كويانا عما عراقايا بخذا أرخى مصيانتا ومطيانة المخزيانة أو شمانة وهدر الآها دورتا من يانا من يوذاعاية ومدرشانة من شتآسة يوذاعاية مشخلبه كتم قنطرن لي على المطيوتة مدرشانة مصيانة بعوتة خرزة معذرني بسنتة مملا يوذاعايا كينا ومعززتة مردوثة وميقارتا خاو خينا بخو تمام شر الريعة وداع الأنن قايوثة أمينوثة السياعة عم شتآسي خكماية ويوذاعاية ومطك السياسة أغدناية المات اتلي من دورة باعولة بمطورن تشوية يوذاعايا ومنطيتة قالت صبواثة بأرخاثة سباي وكالي عم زد قد برناشا وشوية أغدناية مريم آشور قناة عراقية سوريتا بغداد درم من نوخن خزيان المخبة خاقيخيتا برتغزيلن أول تشرارة وأكيد بأورغو أملوءة خلقتن بتهمزي مغبوش زودة مخد متخرن أرخدين إلى هدير جو استوديو أعزائنا المشاهدين محورنا لهذا اليوم أكيد عن الأقليات وواقع الأقليات في هذا اليوم ضيفنا حاضر في الاستوديو الأستاذ محمود المنديل رئيس الاتحاد الدولي لإعلام الأقليات وحقوق الإنسان صباح الخير أهلا ستنا صباح الخيرات والأنوار وبالبداية أنه نحب نهنيكم في هذه الأيام المباركة السعيدة وعيد ميلاد مجيد وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة ومحبة وسلام إن شاء الله للجميع إن شاء الله. أستاذ محمود مثل ما شاهدنا في هذا التقرير عن دورة إعداد المدربين التي عقدت في معهد التدريب الإعلامي في شبكة الإعلام العراقي، حدثنا عن واقع الأقليات وأهمية هذه الدورات وهذه الورش التي تكونون مهتمين بها على طول السنة. شكرا جزيلا، سؤال جيد. احنا انبرت هذه السياسه الاعلاميه للاقليات من خلال اتحاد دولي لاعلام الاقليات كتبناها وقدمناها الى مكتب رئيس وزراء وتمت الموافقه عليها من خلال مكتب رئيس وزراء وتم اعتمادها وتم التنفيذ مع عده جهات حكوميه 7 أو 8 جهات حكوميه شبكه الاعلام العراقيه، هيئه الاعلام والاتصالات، وزاره الثقافه والاعلام، وزاره التربيه، وزاره التعليم، ديوان الاوقاف، يعني ذول الوزارات اللي معانا او مفوضية حقوق الانسان. فمن ضمن الفقرات اللي استوجبت انه يعني ننفذها بعد ما ناقشناها انه اشتغلنا هنا في شبكة الاعلام العراقية في راديو الفرقان، قدمنا 9 حلقات من المكونات والديانات تخص وسلطنا ضوء عليها في المجال التي يخص الارث والموروث الحضاري للديانات والمكونات وازيائهم واعيادهم وهذا امورهم الحياتيه العامه، حتى اللي يطلع الاخر على
يوميات او امتيازات او طقوس هذا الديانه والمكون. فعندنا هذا جانب اخر اخذنا موضوع الدورات. الدورات هي تم التنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وهيئه الاعلام والاتصالات والشبكه، وهنا أنا ما يفوتني انه اشكر السيد كريم حمادي رئيس شبكه الاعلام العراقيه، والست سناء سعيد نائب رئيس شبكه الامناء لتسهيل المهمه وتنسيق العمل لانجاح هذه الدوره. فقمنا دوره في TOT في مركز التدريب الاعلامي، وايضا عندنا دوره اخرى مع هيئه الاعلام والاتصالات، واخرى ان شاء الله مع مفوضيه حقوق الانسان. نعم، إذا أستاذ محمود نذكر أن الوضع الحالي للأقليات أفضل على صعيد الحقوق المدنية والحقوق السياسية، نذكر أيضا. والله شوف، هو هذا اللي هي دورات حتى نمكن الإعلامي المعنيين بشؤون حقوق الإنسان والأقليات على الخصوص، أنه حتى يعرفون شلون يتعاطون مع قضايا الأقليات، شلون يسلطون الضوء عليها من ناحية الآثار، من ناحية التراث، من ناحية الانتهاكات، من ناحية الأمور الاعتيادية اللي يعيشوها الأقليات في مثلا في سهل نينو في الإقليم، يعني هذا. نعم. أستاذ محمود، ممكن نعرف ما أبرز التحديات اللي تواجه الإعلام في الحفاظ على هويتنا؟ أهم تحدي هو تواجه هو الحيادية بالعمل. الحيادية بالعمل، لأنه كل لما يكون الإعلامي أو الصحفي لما يكون تابع إلى جهة أو حزب معين أكيد راح يغطي مثل ما هو يملي عليه حزبه أو إرادته، وإنما ليس الاستقلالية. فإحنا هنا نحاول دوما نعمل مع الشخصيات، وأيضا نستقطب الشخصيات الإعلامية والناشطين اللي هم غير منتمين إلى جهات أو حزبية، ليس طعنا بالأحزاب، لكن لضمان استقلالية العمل. فالعمل لما يكون مستقل، الإعلام يقدر يكتب، القلم مالته يقدر يكتب براحته. لما يشخص الحالة السلبية، لما يشوف انه اكو خلل في موضوع معين، يقدر يكتب بدون ما ان يراعي سين او صاد، لانه يملي عليه اللي شافه ويملي عليه ضمير الصحفي والاعلامي، انه حتى يشخص الحالة ويوصلها، لانه بالنتيجة هو الصحفي هو واسطة نقل او واسطة بين المسؤول والمواطن. نعم. أستاذ محمود، نتكلم أكثر عن تمثيل الأقليات في كافة المؤسسات، هل ترى أن تمثيلهم كافي اليوم؟ شوف، التمثيل هو أكيد أقل من ما هو متوقع، أكيد ما هو الطموح، أكيد أقل من الحصة الموجودة، لأنه هو موضوع أكو كوتا للتعيينات. دوما تجينا شكاوي واعتراضات على أنه يعني يقدمون وما تطلع، بس بالمقابل هم اكو صار مجلس الخدمه الاتحاديه مشكورين، هم الكنترول صار من يومهم، فصارت اكو حركه وبحبوها انه شويه صار بها مجال عمل، انه انفتح هذا المجال اوسع للاخوان الاقليات والمكونات. زين استاذ محمد، اكو صعوبات اقتصاديه واجتماعيه في الاقليات بالعراق؟ هو يبقى هو الجانب الاقتصادي هو شريان الحياة، يعني جانب الماديات. فطبعا هو الشاب، أو نتكلم عن الشاب الأقليات، اللي هو أول ما يعني يبلش بسيرة حياته وطريقته، إنه أهم شيء يدور تعيين. لما يكون عنده تعيين يفكر ورا سنة سنتين ممكن يفتح بيت، ممكن يكون عنده أكيد ورا التزام، ممكن يتزوج، من كذا. فهذه الأمور ممكن تتخفف من خلال التعيين، من خلال انه هذا الشخص من يعمل بالقطاع الحكومي او القطاع الخاص، اكيد راح يكون له فد مساحه اوسع، حتى ممكن ينتبه على نفسه، يريد من حقه يريد يستقر، لانه هو بالنتيجه ما يريد يسافر، ما يريد يغادر العراق، لانه هذا بلده وبلد اجداده، فما يريد يغادر. لكن فمن هالباب هذا هو يبحث على فرصه عمل لاثبات وجوده، واحنا والحكومه ساعين دوما نسعى على انه الحكومه تهيئ يعني تدري هذا بالنتيجه امور ماليه واحتياجات الوزارات كذا، فماشيين بهذا الاتجاه. اكيد. استاذ محمود، حدثنا عن الحمايه القانونيه بالنسبه للاقليات اليوم في نقدر نقول واقعنا في العراق. هو الحمايه القانونيه، هو ما معقول انه الحكومه تمشي ويا كل شخص من الاقليات كانه شرطي حتى تحميه. بالنتيجه الشرطي الاقليات هو عراقي،
والدستور يتطلب انه الدوله تحمي، والدوله تحمي كل العراقيين بدون تمييز. لان احنا ضد موضوع التمييز العنصري والطائفي والثقافي. اكيد هو عراقي، واكيد انه الحمايه انه مره يكون كاعلامي اكو قانون حمايه الاعلاميين عندنا يطبق وماشي من يكون تجاوز على كاعلامي. اما انه تصير انتهاكات عليه كأقليات هذا غير جانب. بس إذا صار عليه أنه مشاجرة، اصطدام سيارة، حادث، فهذا يعني مو القصد أنه لأنه هو من المكونات صار هذا الموضوع، لا طبعا. هذا موضوع واحد. بس أنه مثلا يجي واحد يهدده لأن أنت عفوا أنت مسيحي أنت كذا كذا، لا هذا الموضوع يختلف. يعني حتى القانون يحاسب عليه أشد العقوبات لأنه صار بتمييز طائفي ديني، يصير غير موضوع. بس أما أنه يعني مشاكل، يعني ماكو دولة بالعالم ما بها مشاكل، ما بها تجاوزات، ما بها شغلات اعتيادية نقول عادية جدا أعتقد. وبالنتيجة أعتقد أنه بالفترة الأخيرة سنتين 3 4 الأخيرة يعني أكو بحبوحة واكو فد اندماج واكو من مرحلة أريحية موجودة بكل الأطراف. يعني ما أعتقد أكو بعد ذاك التشنج الموجود. لا الحمد لله والشكر على هذا. عدينا ذيك المرحلة، عديناها وخلصنا من عندها. أستاذ محمد، ما أهم الموروثات الثقافية والدينية للأقليات؟ احنا دوما نأكد على الإرث والموروث الحضاري للديانات والمكونات. اغلب الموجود عندنا موجودات عندنا الكنائس اللي نحاول دوما التنسيق انه يعني مثلا هسه هاي ايام اعياد حتى نشوف هو كل شيء اقل من 100 سنه هو تراث، واكثر من 100 سنه هو اثار. فاحنا نشوف دوما مثلا هسه زي مثلا الكلداني او الاشوري مثلا، هذا من يحافظون عليه يبقون خواتنا وابائنا وامهاتنا يبقون دوما يلبسوه، فيبقى هو هذا مستمر حتى الطفل لما يوعى شاف امه واخته واخوه لابسه، فشنو هذا كذا كذا. يعني انا اللي اعرفه مره من احد خواتنا وصديقاتنا ست شميران اذكرها بالخير، انه مره قمنا ندوه بخصوص حتى موضوع اللفه، شلون تلف الربطه والتفاصيل. فهذا من الضروري انه يتم المحافظه عليه، لانه حتى لما الطفل من يوعى ينتبه على انه يشوف الموجودين به. واكيد مثلا عندنا اماكن هوايه كثيره في سهل نينوى، في كنائس صارها كذا آلاف السنين. نعم بكل تأكيد. هل توجد مبادرات للحفاظ وتناقل هذه الموروثات في جميع الأقليات، لا نخص أقلية معينة اليوم، للحفاظ عليها لاستمرارية الأجيال القادمة؟ احنا من ضمن السياسة الإعلامية للأقليات اللي أقرها مكتب رئيس وزراء بحسب الأمر الديواني، عندنا بالتنسيق مع وزارة الثقافة عندنا فعاليات. هاي الفعاليات هي تكون ديمومة لهذه المناسبات. إنه مثلا تصير مناسبة اليوم عيد في أي ديانة أو مكون، أو مناسبة في تسليط على فتح حدث معين تخص الأقليات، فإحنا كاتحاد دولي معنيين نغطي هذه الفعاليات، وأكيد بالتنسيق معكم وشكر موصول لها سميرة لأنه هي دوما فعالين ونشطين معنا بتغطية نشاطات الاتحاد، فنغطي فيه كل الفعاليات اللي نقدر نغطيها بغداد أو المحافظات. يعني أستاذ، دور الإعلام العراقي في تعزيز الوعي بقضايا الأقليات شلون يكون؟ الوعي إنه نحتاج دوما في كل أساس هو لازم يكون الوعي موجود حاضر، لأنه هذا الإنسان لما يكون، أو هذا الإعلامي لما يكون عنده وعي يعرف شلون يتعاطى مع قضايا التي تخص الأقليات خصوصية، لأنه مثل هذه القضايا هي تكون قضايا حساسة، فلازم يعرف شلون يقدر يدير العملية. فهنا يحتاج هو عنده وعي، عنده معرفة، عنده مهارة حتى يقدر يدير الحوار، يدير شلون يكتب المقال، شلون يتعاطى مع الحدث الموجود. نعم بكل تأكيد. أستاذ محمود، رسالة من حضرتك لكل المشاهدين اليوم بخصوص موضوعنا عن الأقليات والحفاظ على الموروثات والتقاليد أيضا، وبمناسبة عيد الميلاد المجيد اليوم. والله احنا يعني من دواعي سرورنا انه نشوف
اخواننا بالكنائس، وان شاء الله من اليوم راح نبلش نزور الكنائس ونقدم لهم التهاني. هذه رساله محبه وسلام، انه احنا كنا عراقيين، كنا اللي يصيبك يصيبني وبالعكس، ماشيين بهذا الخط، وحتى نبني عراقنا، هذا العراق اللي هو بلد الاجداد، وان شاء الله باقي لاولادنا واحفادنا. اكيد ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله لقاءات ثانيه. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.